طبعا بعد ما نشرب قهوتنا رح ننزل على المكتبة ونشوف شو لازمنا، قرطاسية، أقلام ودفاتر وإلى آخره. ورح صور لكم المكتبة كاملة ورح فرجيكم شو رح اشتري من المكتبة. خليكن معي ولا تنسوا تحطونا لايك على الفيديو وتشتركوا بالقناة. وصلنا على المكتبة، هي المكتبة مثل ما لكم شايفينها هنيك. هلأ رح ندخل ونصور جوا. طبعا أصدقائي المكتبة كتير كبيرة من جوا. هلأ رح أصور لكم أجزاء من المكتبة. بصراحة أنا آسف عم بصور على السريع شوي لأنه عم بيطلعوا علي. هون يبدو أنه ممنوع التصوير لأنه في زحمة كتير كبيرة. تعرفوا أنتو الناس عم تتبضع لأولادها. شوفوا لي هالمنظر اللي بيطير العقل. أنا كتير بحب الألوان. أنا بعشق شيء اسمه بالحياة ألوان. مثل ما لكم شايفين هون قسم الشناتي، الحقائب. فأنا عم بصور على السريع مشان الناس، لأنه عم بيطلعوا علي، الموظفين عم بيطلعوا علي، فعم بحاول إني أصور لكم بشكل سريع شوي. هلا رح أفرجيكم إيش رح أشتري من المكتبة. رح نشتريهم مع بعض. هون طبعا قسم الرسم. هون قسم الرسم، لوحات، ريش، كل شيء له علاقة بالرسم واللوحات موجود بهذا القسم. طبعا هي أنا عجبتني راح أشتريها. الفكرة بأنه ألوان بتجنن. شايفين هالظروفة؟ حبيت هيك أشتري مجموعة من ألوان الظروفة. طبعا أنا سألته إذا موجود باكيت، قال لي باكيت ما موجود، فدا أشتري ظرف لون مجموعة. مشان هيك يعني واحد يكتب رسالة لحاله ويحطها بهالظرف ويفتحها بعد أيام يشوف إيش كتب لحاله. الفكرة كتير حلوة وعجبتني بصراحة. مثل ما لكم شايفين هذا القسم تبع الروايات من الداخل، وبصدر هذا القسم موجود طاولات وكافي للي بيحب يقعد يقرأ رواية. طبعا بدي أخبركن إني أنا مالي طالب، أنا مخلص دراسة من زمان، ولكن أنا كل سنة بهذا الفصل، فصل الدراسة، بحس حالي عن جد رجعت طفل لما بشوف الأطفال شلون عم يشتروا والشباب شلون عم يشتروا يعني مستلزمات القرطاسية. بحب إني أشتري، لذلك أنا كل سنة بنزل بشتري مثلي مثل أي طالب حرفيا، لأنه أنا كتير بعشق ريحة الورق وريحة الدفاتر وريحة الأقلام والمحايات خصيصا. ولهون طبعا بتكون خلصت جولتنا بالمكتبة. هلأ رح نروح على البيت وأفرجيكم شو اشتريت. طبعا بعد ما طلعت من المكتبة حسيت حالي جوعان شوي. قلت بمر على الماركت وباخد شغلة باكلها. فضليت أدور شي دقيقة في الماركت حتى خطر في بالي إني آخد الكيكة هاي. عن جد طعمتها رهيبة جدا. صح هي بتكسر الدايت يلي عامل دايت، ولكن بنصح فيها، طعمتها بتجنن. يسعد لي مساكن. هلا بعد ما رجعت من المكتبة على البيت رح افرجيكم شو اشتريت من المكتبة. قرطاسية ومستلزمات. اخذت علبة الالوان هاي يلي انتو شايفينها. قلت لكم بحب ارجع طفل، ما صدقتوني. خلينا نشوف كمان ايش في معنا. اخذت كمان هذا الدفتر للكتابة، كتابة المذكرات اليومية. وهدول الظروف يلي حكيت لكم عليهم، عفوا هذا وصل الشراء. هدول ظروف الالوان يلي حكيت لكم عليهم، انه واحد فيه يهدي حاله ويحط رسالة، يكتب رسالة لنفسه وبعد فترة يفتح يشوف شو كتب مع الايام. عن جد شوفوا لي الالوان شقد رهيبة. ظروف عن جد كتير كيوت. شايفين قديش حلوين. اشتريت كمان، اشتريت الدفتر الرهيب هاد. طبعا الدفتر ممكن تقولوا عنه دفتر عادي، ولكن فكرته انه الدفتر هاد، خلينا نفتحه مع بعض شوي بس. تمام. خلينا نشوف ليش انا اشتريت هذا الدفتر. لاحظوا لي ورقه كيف. ورقه بتحسوه ورق بالفعل يعني مغطس بالقهوة. شكله هيك بيوحي على الدفء، للدفء والقهوة. فيك تكتب عليه كمان مذكراتك. الدفتر هذا كتير حبيته كمان. خلينا نشوف كمان اشترينا. هاد كمان مجموعة من الأقلام.
شوفوا لي المقص، اخذت مقص صغير كتير شكله كيوت، بعرف زهري. واخذت كمان قلمين رصاص كل واحد نمرة، B2 بي عادي وB2، وقلم الحبر الاسود هاد، واخذت هدول للكتابة. هدول كمان فيكن تلزقوهم من هون اذا حبيتوا تكتبوا تحطوهم على رف او تحطوه وين من كان، رف او انتو بتحبوه لوح، فيكن انتو لما تقلعوا هاي بتلتزق من هون. هاي كمان الوان وفكرتها كتير كتير حلوة. وهدول هن مشترياتنا يا اصدقائي من المكتبة. فبتمنى اذا عجبكم الفيديو لا تنسونا من اللايك وتعليق حلو ولطيف مثلكم، والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى تشوفوا كل شي جديد انا رح انزلكم اياه بعدين. والسلام.